انا معايا هنا فرخة و3 اوراق قطعتهم، بعد كده غسلتهم كويس قوي بالملح والمية وشوية من الخل وكمان ليمونة، عصرة ليمون كده، وحطيت القشر معاها وسبتها في المية دي شوية. بعد كده غسلتها تاني. هبدأ بقى ان انا انغزها كده بالسكينة، بسن السكينة اعمل فيها فتحات، كذا فتحة كده، وخصوصا قطعة الصدر افتحها فتحات كتيرة شوية عشان هندخل فيها التتبيلة. كمان الدبوس افتحه كده فتحتين، وهنغرز كده باقي القطع بسن السكينة. بعد كده بقى معايا التتبيلة اللي هنعملها، 3 وحدات من البصل وسط، هقطعها كده وهحطها في الخلاط عشان تبقى سهلة معايا لما اضربها في الخلاط. هقطعها كده. كمان 4 وحدات من الطماطم حجم وسط، تقدري تعملي كمية الفراخ اللي انت عايزاها، وعلى حسب كمية الفراخ على حسب كمية التتبيلة، يعني لو اقل من اللي انا هعملها هتقللي برضو في التتبيلة. كمان 2 من الفلفل الحامي و5 فصوص من الثوم، ضربتهم بقى مع بعض كويس قوي لحد ما نعموا. معايا بقى التوابل، ملح وفلفل اسود، بهارات شوي او بهارات الشيش طاووق برضو بتبقى حلوة معاها، كمان شوية من القرفة والجنزبيل، بهارات فراخ والفلفل الاسود. ضفت بقى كل ده مع بعض على الخلطة اللي احنا عملناها، وضربتهم تاني مع بعض في الخلاط. بعد كده هضيف شوية من الزيت وشوية من الخل. لو الخلاط عندك كبير شوية ممكن تعملي كل ده مع بعضه مرة واحدة. ضربتهم تاني مع بعض. بعد كده بقى ضفتهم على الفراخ. اهم حاجة بقى ان احنا نشيل الجلد من على الفراخ وندخل التتبيلة في الفتحات اللي احنا عملناها، عشان لحم الفراخ كده يبقى متشرب بالتتبيلة وطعمه حلو، ما يبقاش التتبيلة على الجلد بس ونيجي ناكل اللحم بتاع الفراخ نفسه ما يبقاش ليه طعم. بصوا بقى، بدخل التتبيلة، بشيل الجلد الاول وادخل التتبيلة جوه الفتحات اللي احنا عملناها بالسكينة. تتبيلة بتخلي طعم الفراخ جميل جدا. اتأكد كده ان كل القطع اللي معايا عملتها بالتتبيلة كويس، وهسيب بقى، هغطيها وهسيبها في التلاجة 4 ساعات، وممكن كمان ليلة كاملة، يعني تعمليها من بالليل وان شاء الله الصبح تصحي تسويها هتبقى متشربة بالتتبيلة وهتبقى دايبة كده معاكي وطعمها تحفة. هغطيها بقى واشيلها في التلاجة. انا سبتها 4 ساعات بس. بعد كده جبت صاج او صينية، فردت عليها ورق فويل وضفت عليها المية المغلية. حطيت كده شوية حلوين من المية المغلية عشان البخار بقى ده هو اللي هيطلع كده يسويلي اللحم بتاع الفراخ، هيخليها طرية خالص من جوه. كمان الشبكة بقى ادهنها بالزيت كويس قوي عشان ما تلزقش في الفراخ، واقدر ان انا اسلكها منها بسهولة. هرص بقى كده قطع الفراخ، مش هشيل من عليها التتبيلة، هي بتتبيلتها كده كلها زي ما هي، ارصها في الشبكة. تتبيلة بقى دي كمان هتدي لون حلو كده للفراخ بعد ما تستوي. هقفل بقى الشبكة كويس وهكون مسخنة الفرن على اعلى درجة حرارة، وهدخلها الفرن لحد ما تاخد اللون الحلو ده وتكمل وتستوي كويس قوي. بصوا بقى، واخدة لون تحفة، اللحم من جوه دايب
وعايزه اقول لكم كمان ان الشوايه الوش اللي احنا بنحطه من فوق بياخد اللون وبيبقى لونه حلو، والوش اللي تحت اللي بيبقى عند البخار بيبقى لونه فاتح، فاحنا قلبنا الشوايه على الوش التاني عشان تاخد لون من تحت ومن فوق، ما تبقاش واخده اللون من فوق بس. بعد ما خدت اللون من فوق قلبناها بقى على الوش التاني. بص بقى اللحمه من جوه دايب خالص. ما تنسونيش في اللايك لو الوصفه عجبتكم، لو لسه ما اشتركتوش في القناه تشتركوا، وان شاء الله جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا. تقولوا لي ايه رايكم. بصوا بصوا بجد يعني شكلها وطعمها تحفه.